احلى حاجه في الجو برد يا جماعه هنا في استراليا ان هو لما بيكون برد الطقس ذات نفسه الحراره على الجلد بتاعك مش بيكون برد قوي. زي ما انتم شايفين دلوقتي حواليا الدنيا بتمطر ومطره مش قليله، وفي نفس الوقت برضه انا مش حاسس برد خالص. انا لابس نص كم اهو ومش حاسس برد خالص. انا على فكره عامل حسابي وجايب جاكيت معايا، من عشاق اصلا الشتاء بشكل عام. احنا في فتره الخريف دلوقتي، فهتلاقي دايما يبقى في شمس، برد، حر، مطره كده. دلوقتي على فكره اصلا تحت كده مش عارف اسمها برجوله ولا مش عارف اسمها ايه، فعشان المطره ما تجيش عليا وما تغرقش لبسي وما تغرقش الكاميرا والحاجات دي كلها، فمستني لغايه ما المطره تهدى هنبدا يومنا مع بعض. انتوا شايفين يا جماعه يعني المطره اهي قدامنا. هنا على فكره البارك اللي قدامنا دي في منطقه جنب البحر على طول. البحر اصلا على طول هنا في اخر الشارع ده. البارك دي زي ما انتم، اي بارك يا جماعه على فكره كبيره بتبقى دايما فيها منطقه العاب اطفال اللي هي من اللي هناك اللي قدامنا دي. فينا ملاعب سله قدامنا برضو، وقعدات بقى، قعدات اللي زي دي والقعده اللي زي اللي هناك دي. فاي بارك عامه كبيره هنا في استراليا هتلاقي غالبا فيها الحاجات دي، عشان لو في عيله جايه. الطياره يا جماعه كان صوتها عالي جدا جدا. عمري ما شفت طياره حربيه هنا في استراليا، تقريبا ما شفت دبابه ولا حاجات من الجيش وكده هنا في الشارع، يعني في الشوارع بتاعتنا المدنيين بيمشوا فيها وكده. المهرجان او الفيستيفال اللي هو اسمه تيستينج استراليا ده بيتعمل من يوم 8 ليوم 17 مايو. زي ما قلت لكم هو مكان كبير كده متحوط بسور، موجود فيه مطاعم وكافيهات كتير وقعدات وحاجات زي كده. هنا ادلد عامه الحاجات دي بتعمل فيها كتير، يعني في زي ما قلت لكم الفرنج، حاجات بقى برضو فيستيفالز بتاعت اكل تايلاندي اسيوي بشكل عام. وده برضو كنت عملت عنه فيديو كده صغير على التيك توك. كنت رحت انا واحد صاحبي يعني مصري حبيبي هنا، بتقعد مثلا من اسبوعين ل3 4 اسابيع حاجه زي كده. الفيستيفالز اللي هي بتاعت الاكل اللي هي زي الهندي والتايلاندي والحاجات اللي زي كده ممكن بتعمل يوم او يومين بالكتير، او الويك اند بالكتير. يعني الفيستيفال اللي انا رايحه ده اللي هو تيستينج استراليا ده بيقعد زي ما قلت لكم من يوم 8 ليوم 17 تقريبا. النهارده يوم 15 تقريبا، فهيكون اخر يوم ليه تقريبا بعد بكره، ده انا مش غلطان في التواريخ. يعني انا رحت قبل كده على فكره مع واحد صاحبي، قعدنا اكلنا حاجه بتاع. الاسعار فيه بتكون اعلى من المعتاد. يعني انا مثلا جبت طبق كده بيسموه هنا كباب او شاورما تقريبا، يعني هو مسمينه شاورما مش كباب المره دي. هو عامه بيقولوا على الشاورما اللي احنا بنجيبها هناك كباب، انا مش عارف ايه داخل الكباب في كده يعني، بس ما علينا. انا الكباب عندنا اللي هو اللحمه المشويه اللي بتتعمل على الفحم وكده، ولكن هم عندهم بيسموهم كباب. جبته بحاجه و$30. نفس الطبق ده في اي مطعم بره حوالي 17 16 دولار يعني، وكمان الكميه مش كبيره. هو عامه في الفيستيفالز بتبقى الاسعار فيها مبالغه قوي، لانه بيبقى بوث مأجرينه، فعايزين بقى ايه يعملوا من وراه فلوس كتير شويه، ولكن استمتع الى حد ما. يعني انت برضه عايز تقضي يوم مع صاحبك مثلا ولا ديفر، يعني تخرج مع مين. هنا في استراليا بشكل عام طول الاسبوع بتلاقيهم وفي المهرجانات او الفيستيفالز، او مثلا لو انت خارج يوم السبت او الحد بالليل بتلاقيهم تاني خالص. خاصه لما بيشربوا. يعني هم هنا الاسترال مش بيبقوا فريندلي بنسبه كبيره غير لما بيشربوا، ولكن بشكل عام يعني هي في المهرجانات والاحتفالات والويك اند والهوليداي والكلام ده كله الناس بتلاقيها هنا الى حد ما بيبقى الطف الى حد ما. انا ما قلتش الاسترال مش لطاف، طبعا اي شعب بشكل عام يعني فيه الحلو والوحش، ولكن لو انتوا قابلتوا استراليين ذات نفسهم من الناس اللي بيحبوا يسافروا، والله هتلاقيهم هم كتير قوي منهم، كتير بجد كتير ان هم مش الطف ناس. يعني هو بيقول لك احنا مش الطف ناس، الى حد ما عندهم سمعه الى حد ما، ولكن طبعا اكيد في ناس كويسه، واي شعب فيه الحلو والوحش بشكل عام يعني. ولكن دي خدتها من لسانهم هم ذات نفسهم. يعني الموضوع كونفيرمد يعني مؤكد 100%. هنطلع على التيستينج استراليا ده دلوقتي، مش هنخش فيه نقعد كتير قوي لان انا النهارده مش مجهز نفسي ان انا يعني اقعد هناك بقى ونخرج وكده. هو معمول في قلب الداون تاون، في ميدان اسمه فيكتوريا سكوير. فيكتوريا سكوير ده في قلب الداون تاون، مشهور قوي هو. يعني هو ميدان كبير كده. الدنيا بتمطر بشكل كبير والارض غرقانه، بس الجو حلو. يعني الاجواء الشتاء بصراحه هنا بتبقى حلوه قوي، مش دايما يعني، في طبعا امطار اكبر من كده بكتير قوي ورعد وبرق ورعب كده. بس عامه النهارده الشتاء يعني حلو. على فكره انا وصلت دلوقتي حالا، المطر لسه شغاله، بس هو مكتوب ان المطر ممكن تقف في خلال 10 دقائق و11 دقيقه من دلوقتي. ده الاوتيل بتاع هيلتون يا جماعه زي ما انتم شايفين. انا دلوقتي اصلا قاعد دلوقتي في شارع جانبي، هنا جنب شركه، وهنا برضو ده من الناحيه الثانيه المبنى الكبير ده برضو مليان شركات وحاجات زي كده ومكاتب. فهي المنطقه دي اصلا كلها منطقه تجاريه زي ما انتم شايفين.
كل بقى الموظفين بينزلوا بقى ايه ياخدوا السجاير بتاعتهم هنا في الحته دي عشان ما فيهاش مطر. تيستنج استراليا الناحيه الثانيه على فكره، هو ده الناحيه الثانيه. مستني برضو لحد ما المطره تقف شويه، ولكن هي مش عايزه تقف للاسف. خلاص ده بدات توقع كده بقى ايه كام ساعه قدام، فنضطر بقى ايه يعني نتوغل في الادغال بتاعه المطره وخلاص. انا دلوقتي فوقيا شجره فإلى حد ما يعني حمياني شويه، ولكن من اول ما اخش في نص الطريق الدنيا هتمطر اكتر واكتر. هو ده يا جماعه تيستنج استراليا. ده المكان على فكره، المكان بتاعه كله على فكره اللي هو متغطي بتندل قدامنا الناحيه الثانيه ده. النهارده للاسف مطره فمش هتلاقوا ناس كتيره جوه هناك قوي، ولكن هو مكان جميل جدا. ان شاء الله هعمل فيديو قريب. وده يا جماعه برضو الحته اللي قدام فيكتوريا سكوير شكلها حلو قوي. دي كلها الموتوسيكلات اعتقد الناس بقى اللي راكنه للشغل بقى، الستاف بتاع المطاعم اللي على الجنب دي. ده مطعم تايلاندي اللي هو اسمه تاي روم. ده دخلته مرتين حلو قوي. وده واللي جنبه ده ايجن فيوجن، ده برضو مطعم ايجن فيوجن، ده حلو برضو جربته مره. ده الكوفي اللي انا جبت منه اللي هو ديليش كوفي، ده برضو كوفي حلو قوي. وهي دي يا جماعه فيكتوريا سكوير، منطقه حلوه قوي. اللي يجي ادلد لازم يجي فيكتوريا سكوير. بصوا يا جماعه جمال الشارع بصراحه، شكله خرافي. الحته دي انا بحب اجيها جدا دايما لانها بصراحه حته حلوه قوي تبص عليها. زي ما قلت لكم ده تيستنج استراليا. وزي ما انتم شايفين المطره بدات تشد قوي. المطره لسه بتمطر يعني بغزاره بصراحه. الجو مش ملائم خالص ان الواحد يصور اي حاجه بره. هيجيب كوفي دلوقتي حالا، ونتكلم دلوقتي في موضوع مهم جدا. احنا دلوقتي قاعدين على فكره في الداون تاون، وعلى فكره ورايا بالظبط، يعني انا ورايا الحته اللي ورايا دي كلها تيستنج استراليا. Can I order coffee, please? Yeah, no worries. Yeah, no. Come down. Oh, yeah, no. Hi, how's it going? Can I get oat latte? Yeah. How many size of cups have you got, like mug and cups? A cup or a mug, so equal to a small or a medium, or you can have it in a large takeaway. Large takeaway, A yeah. large takeaway? Takeaway, yeah. Any sugar in that? Oh, yeah. Have you got sweeteners? Yep. What kind of sweeteners have you got? Is it- Splendor. Splenda. Okay. 2.5 please. طلبت قهوه دلوقتي وهتجيلي المكان ده اول مره اجربه، اسمه ديليش اسبريسو، هو اسمه كده اللي هو جاي من ديليشس يعني. فيكتوريا سكوير ده على فكره برضه يا جماعه ليه اسم تاني بالابوريجينال اسمه تارنتانيانجا. انا هجيب لكم دلوقتي اسم على الشاشه. الثقافه بتاعت الابوريجينال او السكان الاصليين هي موجوده في كل حته حوالينا، لان هي اصلا كان ارض السكان الاصليين قبل كده. فحتى فيكتوريا سكوير فيكتوريا يعني انجليزي قوي يعني. بس رغم كده هم برضو مسمينه تارنتانيانجا. اللغه بتاعت الابوريجينال اصلا مليهم كذا اكسنت وكذا لهجه وبيتكلموا فيها مع بعض على فكره بسرعه جدا. استحاله تعرف تفرق الفرق ما بين الحروف او الجمل اللي بيقولوها يعني مثلا لو بتتكلم مثلا فرنسي، اسباني، انجليزي، اي لغه تانية حتى لو انت مش فاهمها بس انت فاهم النغمه بتاعت اللغه ماشيه ازاي. لا هم اللغه بتاعتهم صعبه جدا جدا يعني استحاله تعرف الحروف ولا الجمل يعني استحاله تقلدها حتى. يعني انت ممكن مثلا تقلد الاسباني، تقلد الانجليزي، الفرنسي، لكن اللغه بتاعتهم صعبه جدا تقلدها. فكل حته هنا موجوده ليها اسم بالابوريجينال. يعني انا حظي عشان اجيب تيستنج استراليا العنوان بتاعه جبت القهوه بتاعتي. ده شكل الكوبايه عامل كده، شكلها لطيف يعني. القهوه هنا على فكره يا جماعه في ادليد على فكره مصنفه من افضل الاماكن اللي ممكن تجيب منها كوفي بينز في العالم. هو مش دايما الرانك بتاعها بيبقى اوفيشال، ولكن ميلبورن قطعا موجوده من توب 10 اللي في العالم. هي وساو باولو، واعتقد في ولايه كده في امريكا انا مش فاكر ايه هي بالظبط، بس دايما ميلبورن يا جماعه احسن كوفي بينز انت ممكن تجيبها في استراليا كلها. على فكره فعلا دي حقيقه، انا رحت هناك وجربت كوفي بينز بنفسي، حاجه تحفه يعني. اكمل لكم الموضوع بتاع السكان الاصليين. كينج ويليام ستريت اكيد ليه اسم تاني بالابوريجينال انا مش عارفه، بس مش كل حاجه بتكون مكتوبه على الجي بي اس الفيكتوريا سكوير مكتوب انه اسمه تانتارانيانجا. انا مش فاكر اسمه ايه، انا نسيت اسمه اصلا. اسمه غريب جدا. شفتوا اوريدي الاسم بتاعه على الشاشه يعني. لو انتوا حتى كلمتوا الابوريجينال وتعمقتوا معاهم شويه، ناس طيبه جدا وناس عندهم كالتشر معينه ودايما يقول لك مش عارف براذر، انكل، انتي، سيستر.
ما يقولكش مثلا هي ميت وكده، لا ما فيش الكلام ده هنا. دايما كده في ود كده لحد ما بتحس بالموضوع ده قوي، خاصه لما بتدخل بيوتهم. يعني عشان اشتغلت معاهم بقدم لهم مساعدات معينه من الحكومه، ساعات بدخل بيتهم بعمل معاهم سيرفي واسسمنت معين كده. دخلت بيوت عائلات كتير بتكلم بقى الاب والام والابن والابنه والكلام ده كله، مرحبين جدا وطيبين جدا جدا، اكتر من 150 سنه تقريبا يعني. لو انتوا يا جماعه شفتوا الصور على الانترنت، انا مش عايز اعرضها لكم هنا عشان انا مش عارف اليوتيوب هيقبلها ولا لا. الصور بتاعتهم صعبه جدا، مسلسلينهم كده يعني استغفر الله العظيم، زي اكنهم مش بني ادمين يعني، مش عارفين يدافعوا عن نفسهم خالص، لا بالاسلحه ولا باي حاجه، لان هم ناس بدائيين جدا يعني بيعيشوا في الغابات وفي حوالين الاشجار والمرتفعات والحاجات اللي زي كده. انا عايز اقول لكم برضو ان السيتي هنا مكان خام جدا للناس اللي هم المرضى النفسيين، اللي هم مدمنين الكحول والمخدرات. هوريكم دلوقتي حد دلوقتي. بصوا يا جماعه الشخص اللي قدامي ده، الشخص اللي قدامي ده يا جماعه اللي هو لابس جاكيت ده، ده مدمن على الميث او المخدرات وكده، ماشي. كان عمال يعمل كده حركات غريبه ويقعد يكلم نفسه، بس هو طبعا لما مش داري بالدنيا اللي حواليه ولا داري باي حاجه، وماشي زي ما انتم شايفين عمال يكلم نفسه وعمال يعني بيدير ديالوج او كونفرزيشن جوه دماغه. الله اعلم مع مين طبعا، ولكن يا جماعه دي اخره اللي هنا المخدرات على فكره في المتناول جدا. فعشان كده احد ممكن يجيب كوكايين، هيروين، ميث، كل انواع المخدرات بقى اللي انتوا ممكن تتخيلوها. اللي انتوا شايفينه قدامكم ده منه كتير جدا 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 هنا. وموجودين اغلب الوقت في السيتي لان زحمه على طول، فيها حركه. الناس مثلا بتشرب سجاير ولا حاجه بتحط العقب في الارض، فهم بيحبوا قوي يلموا الحاجات دي من الارض ويشربوها، لانه طبعا معهم يعني ساعات منهم كتير معهمش فلوس يافورد ان هم يجيبوا سجاير علبه كامله، لان العلبه هنا تقريبا ممكن 30 لغايه 50 60 دولار تقريبا، مش كلهم معاه الفلوس دي يعني. فعارفين ان هم هييجوا يلاقوا بعض هنا، يجيبوا الكحول والكلام ده كله ويشربوه مع بعض. يعني انا شايفه قدامي وبصراحه حاله يصعب على اي حد يعني، بس هو ممكن يكون كده من ساعه ما هو عنده 20 سنه. الشباب اللي في سن مراهقه وكده يستقوا في المخدرات والحاجات دي من هم صغيرين، سهل جدا جدا يعني. هتلاقي يا جماعه بجد والله بجد بدون مبالغه اللي عايشين هنا اغلبهم دخلوا في سكه المخدرات، اغلبهم. وفي منهم على فكره يعني الحمد لله ربنا كرمهم وما كملوش في الموضوع فتره طويله يعني. بس انا اغلب الناس اللي بكلمهم يقول لي طبعا انا خدت مخدرات. 70 80% من الناس والله يا جماعه اكيد جربوا مخدرات، اكيد 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 دي فتره في حياتهم. طبعا بتختلف يعني، في اللي جربها مثلا شهر، سنه، سنتين. المخدرات هنا يا جماعه سهل الجاب جدا، اسعارها انا سمعت عنها قبل كده في المتناول يعني، بالنسبه للمرتبات لا في المتناول جدا. عيشه بشكل عام هنا الى حد ما تشالنج او تحدي، وفي نفس الوقت برضو تربيه برضو الولاد والاسر وكده الى حد ما تحدي، ولكن برضو في الاول وفي الاخر ده بيعتمد انت بتحوط نفسك بمين، او انت تربيتك قبل ما تيجي هنا عامله ازاي، او البليف سيستم بتاعك عامل ازاي يعني. لو حد عايش لوحده يعني ده برضو بيخليك الى حد ما عرضه اكتر ان انت تتاثر بحاجات زي كده، عكس طبعا لو حد مثلا جاي مع عيلته، حد جاي مثلا مع زوجته وولاده، حائط صد شويه ان انت ممكن الحاجات دي ما تتاثرش بيها قوي. تمسكك بدينك طبعا درجته عامله ازاي، انت اصلا جاي من بلدك عامل ازاي. في ناس برضو هنا بكتر ما هم بيجوا متحمسين ان هم يعيشوا لايف ستايل معين انغمسوا فيه او بيتعمقوا فيه لدرجه ممكن ما يطلعوش منها، او ممكن بيطلعوا بعد فتره، او ممكن بيطلعوا بفتره قريبه. كل واحد يا جماعه وحياته، كل واحد وحياته، كل واحد ودماغه، كل واحد وشخصيته، كل واحد ومسار حياته. بس اكيد في مراحل او ستيجز معينه في حياه البني ادم، ممكن في الستيج دي، في اللحظه دي، في السنه دي، في اليوم ده، حد يقع في طريقك او واحده تقع في طريقك توديك طريق معين ومنها ما تطلعش تاني. فهي ممكن والله الموضوع بياخد موقف، او ممكن الموضوع بياخد دقيقة أو ساعة أو خروجة. عشان كده لازم الواحد من أول ما بيجي هنا يا جماعة بيكون بجد لازم تكون مركز وواعي وكده وصاحي وفايق لنفسك، وعندك إدراك كامل جدا باللي أنا قلته ده، إن أنت تشوف نفسك في المستقبل لا قدر الله لو أنت عملت كده. لأن بجد يا جماعة اللي بيقع في الموضوع المخدرات والكحول يا جماعة ما بيطلعش منه تاني، وبيوديك لطريق صعب جدا، وبتعاني معاناه بنت لذينه، وادميتك بتتهان. النو مور ان انت تتعامل زيك زي اي بني ادم طبيعي. وهنا الموضوع ده هم ما عندهمش رحمه، بيحطوك كده يعني لو انت اتحطيت في الحته دي بيحطوك كده في طريق او في تراك تبص لك نظره مختلفه. انا اقول لكم على الموضوع ده لان انا شغال في الصحه النفسيه بتاعت الناس اللي عندهم امراض نفسيه وكده. بيتعاملوا على فكره معامله كويسه جدا، ما قلتش ان هم بيتعاملوا معامله وحشه نهائي، بس ما بتبقاش طبيعي، مش بتبقى شخص طبيعي، مش بيعاملوك كشخص طبيعي اني مور، فاهم؟ دراج اند الكحول ابيوز الكلام ده كله، انت بتتحط في حته كده معينه، بيعاملوك بقى معامله معينه وبيراعوك مراعاه معينه، ولا ليك ريستريكشنز في الشغل، وليك ريستريكشنز في الاختلاط بالمجتمع، ليك ريستريكشنز في كل حاجه، في البنك اكاونت بتاعك، تعاملاتك
اليوميه مع الناس حياتك بتختلف، بيعاملوك معامله ادميه وبيهتموا بيك وي والكلام ده كله، ولكن طبعا اكيد الموضوع مش زي ما انت بتكون عكس كده اطلاقا. فيا جماعه الحته دي مهمه جدا جدا، ان الواحد يخلي باله منها. لما بيجي دوله زي استراليا مسؤوليتك بنفسك بتكبر قوي. لو انت مسؤول عن نفسك مثلا، لو انت في بلدك، انا مثلا عشان جاي من مصر، لو انت مثلا في مصر مسؤول عن نفسك بنسبه ايا كان هي، انت على طول ضعفها، او مش هقول لك انت بتكون اندر ستريس، ولكن ممكن في اول فتره بتحس بستريس، ولكن بعد كده الموضوع ده انت خلاص اتعودت على نظام معين او سيستم معين او روتين معين، خلاص اصحابك عارف انت اصحابك مين، انت بتكون مسؤول عن انت بتست كل ده. خلاص بقى مش هقول لك فور لايف تايم، ولكن في يعني لمده طويله جدا في حياتك يعني. فالموضوع ده مهم جدا جدا جدا. الحاجات دي كلها على فكره يا جماعه لعلمكم انا ما كنتش واخد بالي منها خالص. انا الحمد لله ربنا كرمنا، الحمد لله يعني الدنيا عندي لطيفه، ولكن انا ادركت الكلام ده كله بعد سنين بصراحه. ولكن الحمد لله برضه عشان انا جاي من مصر، يعني انا شخص مسلم، الحمد لله متمسك بديني. طبعا ما فيش حد بيغلط وما فيش حد طبعا بيرفكت، ولكن كلنا بنرتكب اخطاء وما فيش حد مننا معصوم من الاخطاء يعني. كنا وما زلنا وهنكون مش معصومين من الاخطاء تماما يعني نهائي، ولكن طبعا ربنا بيستر علينا بعد تجارب طويله وبعد اخطاء كتيره. اكيد انا وقعت في اخطاء كتيره ودفعت ثمنها اكيد يعني زي اي حد. الحمد لله الثمن ما كانش قاسي قوي يعني، كل واحد طبعا بقى حظه وكل واحد ونصيبه يعني وقدره، ولكن انا مش عايز حد يعني يتحط في موقف ان هو عشان يدفع ثمن غلطه يدفعها بشكل مبالغ فيه او بشكل يوجع او بشكل ليه اثر على المستقبل بتاعك. ودي اخطر نقطه، موضوع الاثر على المستقبل بتاعك ده هنا بيحصل له ريفليكشن على البيبر وورك بتاعك. سقط مثلا تحت تاثير الكحول ولا انت بتعمل خرق للقانون بشكل قوي، ممكن يتسحب منك الرخصه، تقعد من سنه من غير رخصه. فده اللي قصدي اقول لك عليه بشكل قانوني، وبشكل كمان بقى ايه يعني قانوني بس على مدى ابعد 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 وابعد وابعد بقى. معمول عليك كده فلاج معين، حتى لو انت تدرجت في المستقبل بس الفلاج ده برضو موجود، والله اعلم الريستريكشنز بتاعته هيبقى اثرها عامل ازاي في المستقبل. فارجوكم يا جماعه اي حد يسافر اي بلد ياخد باله من نفسه، ولو انت عايز تهاف فن خليك برضو حذر على قد ما تقدر. انا زي ما قلت لكم انا مش بيرفكت. اهم حاجه خلي بالك انت بتحاوط نفسك بمين. للاسف يعني طول ما انت ما جربتش حاجه او اتاذيت منها او خدت درس منها مش هتتعلم، للاسف الشديد. في حاجات على فكره ممكن بتتعلم فيها عن طريق ان انت ما تاخدش درس، ممكن يعني ممكن واحد تبقى عقليته او المينتاليتي بتاعته متركبه على حسب كده، لكن اغلبنا ما حدش بيتعلم من غير لما بتقع في غلطه معينه، والغلطه دي انت بتعيشها بكل مقاسيها وكل عمق الجرح بتاعها، سواء بقى مادي معنوي جسدي وات ايفر يعني، وساعتها بتتعلم بقى او ما بتتعلمش. في ناس ما بتتعلمش خالص. وربنا معانا جميعا. لو اي حد يعني فكر يهاجر او يسافر سواء لوحده او سواء مع عيلته او سواء مع زوجته وعيلته وات ايفر يعني، انا لوحدي على فكره هنا. اللي انا بقوله ده انا قلته عشان هو في صميم دماغي خلاص يعني، والله اعلم في المستقبل يعني ما حدش ضامن اي حاجه يعني، وان شاء الله يعني يكتب الخير لينا جميعا. ده كان الفيديو النهارده. ما تنسوش يا جماعه ارجوكم تعملوا سبسكرايب ولايك للفيديو، صدقوني بيساعدني كتير جدا. لو الفيديو عجبك برضو اعمل له شير، وان شاء الله اشوفكم في فيديو تاني. قضوا يوم جميل. السلام عليكم.